دولية وحبيت شخص كان مستواه عادي، وبعد الجواز كنت دايما بعايره بإني اتنازلت واتجوزته. نزلتي ليه طيب؟ وعشان يثبت إنه مرغوب فيه دخل في علاقات كتير، ومنهم واحدة كانت صاحبتي. غروري وكبريائي منعني إن أواجهه، واكتفيت إن أنا قطعت علاقتي بصاحبتي دي. الوجع كان تقيل عليا شوية. قررت أرد الألم ب2، فارتبطت بواحد معايا في الشغل انتقاما منه عشان أشعر بأنوثتي وإني مش ناقصني حاجة. لكن الموضوع عجبني، انتي شمال على فكرة، وغروري خلاني أبقى عاوزة كل راجل يشوفني يغازلني ويشوفني أحلى من مراته أو حبيبته. حتى الستات بحاول أستعرض نفسي وجمالي قدام جوازهم. انتي مشكلتك النفسية واضحة جدا. انتي مستعدة تضحي بكل حاجة في حياتك، حتى جسمك، عشان تبقي دايما انتي أحلى واحدة. انتي مغرورة على الفاضي. هو النهاردة لما قام خانك من غرورك، وبدل ما تفوقي لنفسك وتشوفي أنا إيه اللي خلاه يبص لواحدة تانية، قررتي إيه؟ تخونيه هو عشان تاخدي حلاوة البدايات اللي فيها إيه؟ ياه انت زي القمر، ده أنا ما شفتش واحدة قبلك. يا انت جميلة، في راجل ممكن يزعل واحدة زيك؟ بعد ما بتعرفيه البدايات بتخلص، فقررتي تعرفي اللي بعديه، قررتي تعرفي اللي بعديه. طب ما تمتهني المهنة بقى، احنا كده دخلنا في حتة غلط خالص. انت محتاجة تروحي لأخصائي نفساني يقعد معاكي، لأن انت حبك للظهور هيقضي على حياتك وعلى سمعتك. معانا مداخلة تانية. اتفضل. الو، مساء الخير. ازيك يا فندم، عامله ايه؟ مشكلتي الحقيقه يعني اللي اعرفه ان الراجل ممكن يعيش مع ست عندها كبرياء، لكن ما يقدرش يعيش مع ست متعاليه عليه دايما وكتير بتطلعه صغير قدام اهله. ده غير انها بتكسر كلامه وتخلي صورته وحشه جدا. وللاسف الحقيقه ده اللي حاصل بيني وبين مراتي. على فكرة هي كانت جميلة جدا، وده فكرها اني ما كنتش اطول اتجوزها، بس للأسف يعني اتجوزنا وانا خلفت منها 3 بنات وبحبهم جدا جدا. ومع الايام طبعا قررت ان اكمل حياتي معاها علشان بناتي واهتم بيهم. بس في حاجة، انا اتجوزت عرفي من سيدة مطلقة. عارفة يا فندم، بتقدر الست دي، بتقدر يعني ايه راجل. بس ساعات انا بحس اني غلطان، وكان لازم اواجه مراتي على الاقل علشان تعرف ان طريقتها غلط. بس الحقيقة برضو يعني متخوف ان صورتي تتهز قصاد بناتي، او المشاكل اللي ممكن تعملها مع مراتي التانية. طيب خليني الأول بس أعدل جملة صغيرة. أنت بتقول إن ممكن تتجوز واحدة عندها كبرياء. خلينا نصلحها، نقول عندها كرامة، لأن الكبرياء ده صفة الشيطان. فنقول عندها كرامة، لأن الكبرياء هو تقريبا التعالي. الكرامة مطلوبة، الناس كلها يبقى عندها كرامة، لكن عشان أحس إني فوق الناس ده ملهوش معنى. التعالي عليك انت برضو بشكل او باخر سكت عليه من الاول. ما هو لما حد يتعالى عليك مره، يا توقفه عند حدوده يا بتقبل. يبدو ان التعالي انت قبلته اكتر من مره لما بقى واقع في حياتك. النهارده انت مخلف 3 بنات، لقيت حياه ليك تانية، اتجوزت عرفي وعايش سعيد.
هي من غرورها عمرها ما هتحس انك مش موجود. صدقني لو حست انك مش موجود انا هقولك ارجع لها، هي مش هتحس انك مش موجود، هي مش شايفة غير نفسها. ما تستعجلش انك تروح تقول لها وتعمل مشاكل لبناتك، يمكن ربنا ستار وعالم بحالك، بس يوم ما يحصل ده لازم تكون قدها وتحمي الست اللي وافقت تتجوزك. كمان معانا رسالة صوتية، اتفضل نسمع. مشكلتي ممكن تبان تافهة، بس هي بالنسبة لي موضوع كبير. اتجوزت من فترة من دكتور صيدلي طيب ووسيم، عيلته مرتاحة ماديا وكانت حالته ممتازة. عملنا فرح كبير وعزمت صحابي وأهلي وكل المعارف. عدى شهرين على الجواز وكان كويس جدا معايا وكريم، وأنا حسيت إن هو ده اللي بدور عليه، لحد ما في يوم قال لي إن عنده أزمة مادية وباع عربيته وما يعرفش إمتى ممكن يجيب عربية تاني. مكذبش عليكي، أنا اتخضيت جدا واتضايقت وقلت له إزاي يعني؟ إزاي دكتور من غير عربية؟ طب إحنا هنخرج إزاي؟ وهنعيش إزاي؟ أكيد مش هنقضيها مواصلات يعني. وسألته إزاي أهلك سايبينك كده ومحدش بيساعدك تحل مشكلتك؟ برغم إني كنت شايفة إن ده نقاش عادي، لكن يبدو إن الكلام جرحه. فوجئت تاني يوم إنه بيبلغني إنه مش هينفع نكمل مع بعض. بعد كام يوم راحت والدته وحكت لماما كل حاجة وقالت لها نخرج بالمعروف زي ما دخلنا. أنا كل ده مش مصدقة وشايفة إني مغلطتش. كان عندي أمل إنه يرجع، وفضلت أتابع الفيسبوك بتاعه لحد ما لقيته منزل صورة ليه مع خطيبته الجديدة اللي هي واحدة من معارفنا، وكانت حاضرة فرحي أصلا. معرفش إزاي وافقت عليه وش معنى ده. أنا مصدومة فيهم وفيه هو أكتر، حاسة إنه كان بيتلكك. بس ماما وصحابي شايفين إني غلطت. قوليلي أنا فعلا غلطانة ولا عندي حق؟ طيب متشكرة قوي، أنا هرد على حضرتك. حضرتك بتقولي إن حضرتك اتجوزتيه وعشان دكتور وغني وظروفه كويسة، وكان كريم معاكي وما قصرش معاكي. لما الدنيا خلفت معاه يا بنت الأصول ما بقيتيش عايزة تكملي معاه؟ يعني لما كان معاه كان حلو ومرشوش عليه سكر، ولما ظروفه بقت وحشة بقيتي ولا كأنك تعرفيه؟ امال هو الأصل إيه يا بنتي؟ هو الجواز إيه؟ هو إيه الحلوة والمرة اللي قالوها لنا وإحنا صغيرين دي؟ فطبيعي. وكمان مش سكتي على كده، ده هزقتيه هو وعيلته. وهو أهلك سايبينك ليه؟ سايبينك تعيش من غير عربية؟ طب ما انت فرحتي ان كان عنده عربية. طب وانت كان اهلك فين لما ما جابولكيش عربية؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انت شايفه انك ما غلطتيش؟ امال الطمع ايه؟ امال عدم الوقوف جنب الشريك ايه؟ هو المعدن بيبان امتى مع بتاع الناس؟ بيبان في الرضا ولا بيبان في الايام العصيبة؟ هو الحقيقة اكتشف ان المعدن، بتزعليش مني انا صريحة شوية، طلع فالصو قوي. معلش اتعلمي المرة الجاية. كمان عندنا رسالة صوتية، نسمع كده. مساء الخير يا دكتورة. مشكلتي إني انخدعت بسبب عندي. أنا حبيت بنت وحاربت واتدينت عشان أتجوزها. حبي ليها كان تحدي لأنها كانت جميلة ومحدش عارف يكسب قلبها. راهنت صحابي إني أتعرف عليها وأخليها ترتبط بيا، ويا ريتني ما كسبت الرهان. بعد الجواز اكتشفت إنها مغرورة جدا وأنانية، دايما بتقارن نفسها بكل الناس ولازم تبقى أحسن من الكل ونمبر 1. عمرها ما رضيت بحاجة عملتها عشانها. زهقت جدا من طريقتها وقررت اني اطلقها. بس المشكلة انها هددتني بالمؤخر والقايمة اللي كتبتهم، كانوا بمبلغ كبير جدا. قالت لي لو راجل طلقني. طبعا انا لو عملت كده هتبهدل وغالبا هتسجن، لان القانون ما بيهزرش. وفي نفس الوقت انا مش قادر اكمل معاها خالص.
أصحابي زي ما يكونوا شمتانين فيا، بيقولوا لي أنت اللي ورطت نفسك. تفتكر يا دكتورة في حل؟ لو سألنا الراجل بيدور على إيه؟ لو بيدور على جمالك اتأكدي إن فيه اللي أجمل منك. لو بيدور على مالك برضو فيه اللي أغنى منك. لو بيدور على تعليمك في اللي متعلم أحسن منك. الراجل بيدور على راحته. كل واحد فينا بيدور على راحته. لو انت راحته هيدور عليك العمر، لكن طول ما انت مش راحته لا هيشوف جمالك ولا هيشوف مالك ولا هيشوف تعليمك. انت الغرور ده جه ليه؟ ولما تيجي النهارده تبقي مغرورة على حد تتجوزيه ليه؟ الواحدة ما تاخدش واحد شايفاه أقل منها، هو بيضيف لها، مش ممكن يكون كمان بياخد منها. ولا هي عندها مشكلة إنها عايز تبقى نمبر 1 فدايما تقول له أنا أحسن منك. موضوع بقى إنك تطلقها أو ما تطلقهاش، واضح إن سبب عدم طلاقك لها مادي بحت. يعني أنا مش عايزة أكون شريرة ولا حاجة، بس يعني مستعجل على الطلاق ليه؟ سيبها، هي بكرة تزهق وتقول لك طلقني. لا المال ولا الجمال ولا العلم بيحل الدنيا. اللي بيحل الدنيا الروح، اللي بيحل الدنيا القلب. طول ما قلبنا مليان غرور ومليان كبرياء مش كرامة، عمرنا ما هنلاقي السعادة. السعادة اختيار.